الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من الطب في الدراما المصرية. بصراحة وانا بحضر الحلقات دي افتكرت مسلسل شفته زمان، تحديدا سنة 89، وما اعتقدش انه اتعرض في مصر في الوقت ده. يمكن اتعرض بعده او اتعرض بعديه بكتير او ما اتعرضش خالص، معرفش، لانه كان من انتاج شركة سعودية تقريبا، شركة الرياض لانتاج السينما الانتاج الدرامي، وكانت اذيع طبعا في السعودية وانا كنت في السعودية وقتها. انا رجعت من السعودية مع والدي سنة 94، فما ما شفتوش هنا، شفته في السعودية سنة 89. المسلسل ده كان بطولة حسين فهمي ووائل نور. طبعا وائل نور كان في بداياته خالص يعني، وحسين فهمي كان برضه كان راجل كبير، بس كان يعني قول مثلا أربعيناتي خمسيناتي في الحدود دي يعني. المسلسل بيحكي باختصار خيال علمي طبعا، فكرة نقل المخ. القصة انه حسين فهمي كان استاذ جامعي، كان اسمه فتحي، دكتور فتحي. انا فاكر القصة دي، انا كانت عجباني جدا رغم ان انا كنت في رابعة ابتدائي وقتها، لكن فاكر تقريبا القصة كلها رغم ان انا شفتها مرة واحدة بس. وكان وائل نور عبارة عن شاب طايش كده اسمه وليد. فالفكرة انه الاتنين كانوا سايقين عربياتهم، وليد سايق عربيته بتهور طبعا، شاب طايش، والدكتور فتحي راكب برضه عربيته، والاتنين خبطوا في بعض، والاتنين اكلينيكيا ماتوا. ازاي؟ وليد جسمه كله اتخرشم، اللي هو الشاب الصغير يعني وائل نور، ما عدا مخه كان سليم. الدكتور فتحي مخه باظ، لكن جسمه كان لسه في الرمق. ساعتها الطاقم الطبي قال لك طب ما نجرب العملية اللي كنا بنعمل عليها ابحاث من زمان انها ممكن تتعمل او ما تتعملش. طبعا ده كله خيال علمي يعني. فنقلوا مخ وليد الشاب الطايش ده الصغير في السن، يعني 22 سنة مثلا، إلى الدكتور فتحي. باقي المسلسل كله إنه لما فاق من البنج، الدكتور فتحي بقى جسم الدكتور فتحي لكن مخ وليد، وطول المسلسل بيقول أنا وليد مش فتحي. وراح لأمه قعد يقول لها، ده أم وليد الصغير يعني، يقول لها يا ماما. قالت له ماما مين ده؟ أنت قد أبويا أو أكبر مني. فلا ده واد المطبخ هو واد الحمام، هو قاعد يشاور على كل حاجه، ما هو ده بيته. فهو قصدك ان المخ يعني بتاع الصغير وعلى جسم الكبير. كان مسلسل عجيب جدا يعني، وكان لذيذ جدا، وكان عامل مشاهدات عاليه جدا في السعوديه في الوقت ده. انا ما اعرفش، انا عايز اخد رايكم اذا كنتوا شفتوه قبل كده في مصر هنا ولا لا، لان انا سالت ناس عليه في مصر ما حدش عرفه يعني، ما حدش شافه في مصر او ما حدش فاكره. لكن في السعودية كان معمول له دعاية حلوة أوي في التلفزيون السعودي، واتشاف بشكل كبير جدا في السعودية. نيجي بقى للنقاش العلمي، هل هناك فعلا يمكن نقل المخ أو لا؟ الإجابة قولا واحدا لا. طب ليه؟ أنا لما بنقل مثلا كلية، أنا في الآخر عندي شريان كلوي ووريد كلوي والعصب بتاعها مش عارف إيه، يعني حاجات صغيرة ممكن أركبها فيها. لكن المخ عشان يتشال من مكانه، أولا المخ عشان يتشال ويحتفظ بالحياة لغاية ما يتنقل لمكان تاني، يعني هو توقف المخ عن العمل او توقف جذع المخ عن العمل لدقائق محدودة يعتبر وفاة. فازاي انا هوقف المخ واشيل من مكان لمكان؟ دي حاجة التانية، المخ طلع منه ملايين ومليارات الاعصاب، الشعيرات العصبية يعني، والاعصاب الحسية والعصبية والكلام ده. فازاي هوصل كل الحاجات دي باللي شبهها في الجسم اللي رايح له؟ فيعني هناك استحالات إكلينيكية وتقنية وحتى علمية من نقل المخ. فعملية نقل المخ هي عملية مستحيلة علميا. أنا الحاجات اللي ممكن أنقلها الحاجات اللي هي يعني أولا ممكن تعيش كام ساعة بره الجسم، زي القلب زي الكلية زي الكلام ده. طبعا القرنية ممكن تتنقل، لكن المخ ما مجرد توقف المخ يعني لثواني أو دقائق معدودة بيعتبر وفاة، واللي بيموت من المخ ما بيرجعش تاني. تاني حاجة زي ما قلت لك ان المخ يعني هو طالع منه اساسا ال 12 زوج من الاعصاب المخية طالعين من المخ، يعني 24 عصب كبار طالعين من المخ على الدماغ وحوالين الدماغ، وطالع منه الحبل الشوكي ده كمالته. فانا هنقل المخ بالحبل الشوكي ولا هنقل المخ لوحده؟ والخلايا اللي جوه المخ اللي نازله على الحبل الشوكي دي خلايا لو اتقطعت ما بتتلحمش،
فازاي انا هقدر يعني الحبل الشوكي نفسه لو اتقطع ما بيتلحمش، والخلايا اللي جوه بتموت. فكلها دي استحالات. طب هنقل المخ بالعصب الشوكي كله، بالحبل الشوكي كله، يعني هفضي كل الفقرات كلها، ال 34 فقره كلها هفضيهم من الحبل الشوكي وادخل حبل شوكي جديد؟ كلها دي استحالات علميه يعني تخلي موضوع نقل المخ ده عمليه خيال علمي بشكل كبير جدا. طبعا بعدها بسنين وسنين كتير كمان عملها الليمبي محمود سعد، عملها في اللي بالي بالك اللي هو نقل المخ، بس عملها طبعا بشكل كوميدي. هي كانت معموله في مسلسل نقل مخ بشكل درامي خيال علمي اكتر من قصه انها كوميديا. الليمبي عملها بشكل كوميدي بحت، يعني ان هو كان رياض المنفلوطي بس بمخ الليمبي. زي ما قلت لكم استحالة علمية موضوع نقل المخ ده، لكن انا عجبني في مسلسل نقل المخ. لو حد يعرف يجيبه يا ريت يعني يخدمنا ويجيبه لنا، لان انا فعلا بدور عليه مش لاقيه. ولو حد شافه من الاخوه في مصر هنا يقول لي ان هو شافه، لان انا ما شفتش حد في مصر شافه، واعتقد ان هو ما اتذاعش في مصر. ودي كانت حلقه يعني سريعه من الطب في الدراما المصريه. مسلسل عجبني جدا، رغم انه خيال علمي مستحيل لكنه فكره مش بطاله، وكان بيناقش الموضوع ده بشكل يعني حلو. ونلتقي على خير ان شاء الله، وهنستكمل في الفتره القادمه الريفيو او الدراسه المفصله شويه عن مسلسل بالطو، لان مسلسل بالطو في رايي اقرب مسلسل لواقع الطبيب المصري حاليا. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.